بيبدأ الفيلم بجاليفر اللي بيصحى من النوم وبياخد دش وبيشرب قهوته وبينزل علشان يلحق شغله، وبيكون جاليفر مسؤول البريد في جريدة من جرايد نيويورك. ولما بيوصل الشغل بيعمل مقابلة شغل مع حد اسمه دان علشان يشتغل دان مساعد ليه في الجريدة، وبيروح جاليفر ودان يوزعوا البريد على أقسام الجريدة، وبيكون واضح إن دان شخص طموح عكس جاليفر. وبيشوف جاليفر دارسي محررة الرحلات، وبيبان على جاليفر إنه معجب بيها بس ما بيكونش جريء كفاية إنه يقول لها كده. وفي آخر يوم بيجي دان ويقول لجاليفر إنه اترقى على الرغم من تعيينه النهارده، والمفاجأة إنه بقى رئيس قسم البريد، يعني رئيس جاليفر اللي بقاله 10 سنين في القسم ده. وبيقول له دان انه لازم ياخد خطوات في حياته سواء في الشغل او مع دارسي. ولما جاليفر بيجي يروح من الشغل بتكون دارسي لسه قاعده في مكتبها بتشتغل، فيروح جاليفر علشان يعزمها تخرج معاه يوم الاجازه، بس كعادته بيتوتر ومش بيقول لها حاجه، وبيعمل نفسه جاي في شغل فياخد اي ورق من قدامها، وبيكون الورق اللي قدامها طلب كتابه تقرير بخصوص رحله سياحيه عملها. فيقول لها انه بيحب السفر والرحلات جدا، فتطلب منه دارسي انه يكتب عن الرحلات اللي عملها ويجيب لها التقرير بكره. ولما بيرجع جاليفر البيت بيحاول يكتب اي حاجه علشان ما يطلعش كذاب قدامها، بس ما بيكونش عنده افكار، فياخد معلومات من مواقع على الانترنت وبيحطها في تقريره. وتاني يوم بتعجب دارسي باللي كتبه جاليفر، وبتقول انه موهوب في الكتابه، وبتديله موضوع عن مثلث برمودا يكتب عنه، بس بشرط انه لازم يسافر لهناك. وبترتب دارسي لجاليفر كل حاجه خاصه بالرحله لمثلث برمودا، وبيسافر جاليفر لهناك، وبيكون في واحد في انتظاره، وبيوريه الشخص ده القارب اللي هيستخدمه في رحلته لمثلث برمودا، وبيوريه الراجل على الخريطه الاتجاه اللي يمشي فيه. وبيتحرك جاليفر في البحر وبيقرا مجله عن ازاي يعمل روبوت خاص بيه. وبينام جاليفر وهو في الطريق في الوقت اللي بيكون داخل على المنطقه اللي فيها مثلث برمودا. ولما بيفوق من النوم بيلاقي الامواج عاليه جدا، فيلبس بدله الانقاذ وبيحصل اعصار ضخم قدامه، وبيبلع الاعصار القارب الصغير بتاع جاليفر. ولما بيفوق جاليفر مره تانية بيلاقي ناس صغيرين في الحجم واقفين على جسمه، وبيقول واحد منهم انه اسمه الجنرال ادوارد، وبيكون جاليفر نايم على الارض ومربوط باحبال كتير. وبيقول ادوارد انه هياخد الوحش اللي هو جاليفر يعني ويوديه للملك تيودر، وبيقدر جاليفر انه يفك نفسه من الاحبال الكتيره اللي محطوط عليه. وبيكون جاليفر مش مصدق اللي هو فيه وبيفتكر نفسه بيحلم، وبيحاول ادوارد والناس الصغيره اللي معاه انهم يوقعوا جاليفر على الارض تاني، فبيربطوا خطافات في بنطلون جاليفر وبيوقعوا على الارض مره تانية. ولما بيفوق جاليفر تاني بيلاقي نفسه مسحوب على نقاله كبيره علشان يودوه المملكه بتاعتهم اللي اسمها ليلي بوت. وبيكون اهل المدينه دي متجمعين في الشوارع علشان يشوفوا جاليفر، وبيشوف الملك تيودر وبنته وزوجته جاليفر. وبيقول ادوارد ان جاليفر جاسوس لمملكه تانية اسمها بلو فوجن، وبيسالهم جاليفر انا فين، فبيقولوا له انه في اعظم مملكه في التاريخ واسمها ليلي بوت. وبيودوا جاليفر السجن الخاص بيه، وبيلاقي جاليفر مسجون اسمه هوراشيو مسجون معاه في نفس المكان. وبيقول هوراشيو ان الجنرال ادوارد سجنه هنا علشان عاكس الاميره ميري بنت الملك تيودر. وبيروح ادوارد وبيقول لجاليفر ان محكوم عليه بالاشغال الشقه، فيستخدموا جاليفر المسكين في حرس الارض. وبيحصل هجوم من مملكه بلوفوجن على مملكه ليلي بوت، وبيضرب جرس الانقاذ في المدينه. وبيروح البلوفوجن على قصر الملك وبيخطفوا الاميره ميري، بس بيجي جاليفر وبينقذ الاميره من الخطف. وبيعمل البلوفوجن حريقه في الجناح اللي فيه الملك، وبيعمل جاليفر حمام على الحريقه فبينطفي الحريق وبينقذ الملك. وبيجي الملك يشكر جاليفر على انقاذه ليه، بس بيكون ادوارد متغاظ جدا من جاليفر وبيحس بالغيره منه. وبيجي مندوب الملك وبيعزم جاليفر وهوراشيو على حفله عشاء، فيوافق جاليفر. وفي الحفله بتسال الملكه جاليفر هو منين، فيرد عليها ويقول لها انه من مدينه اسمها منهاتن. فبتقول له الاميره انت بالتاكيد كنت الملك هناك، فيكذب عليهم جاليفر ويقول لهم ان كان رئيس او ملك ناجح جدا. وبيسالوه هيرجع مملكته امتى، فيقول لهم ان القارب بتاعه ضاع. فيؤمر الملك جيشه انه يدور على القارب بتاع جاليفر، وبيعملوا بيت كبير مناسب لحجم جاليفر، وبيعملوا له قاعه سينما ضخمه وبيعرض فيها جاليفر افلام، وبيضحك عليهم ويقول لهم ان دي حاجات حصلت له في حياته. وبيقول جاليفر لهوراشيو انه هيساعده علشان يخلي الاميره تحبه. وبيروح هوراشيو يكلم الاميره، وبيكون جاليفر مستخبي وبيقول لهوراشيو يقول ايه للاميره ميري، وبتعجب الاميره بكلام هوراشيو وبتبدا تحبه. وبيروح ادوارد لاوضه الاميره ميري وبيحاول يبهرها بقصصه، بس هي بتكون مش مستلطفه خالص. وبيلاقي جنود ادوارد القارب بتاع جاليفر، وبيروح ادوارد لجاليفر ويقول له انهم لقوا القارب. وبيروح جاليفر بعد كده لمكان القارب وبيلاقي موبايله هناك، وبيكون في رسائل صوتيه كتير عليه. تكون الرسائل دي من دارسي اللي عرفت انه كتب التقرير بتاعه من على الانترنت، وبتكون زعلانه منه جدا. وبيخلي ادوارد جنوده يبداوا في تصليح قارب جاليفر، وبيفكر جاليفر انه ما يرجعش تاني ويفضل في المكان ده. وبيروح ادوارد للملك ويقول له انه بيشك في جاليفر علشان قرر يفضل في المملكه، بس الملك مش بيسمع كلام ادوارد وبيقرر يخلي جاليفر قائد الجيش بدل ادوارد. فيتضايق ادوارد اكتر من القرار ده، وبيلجأ انظمه الامان اللي بتحمي مملكه ليليبوت. فيقرر البلوفيوجن انهم يهجموا على ليليبوت ويضربوا المملكه بكميه كبيره من القذائف. وبيقول ادوارد لجاليفر انه دلوقتي بقى جنرال ولازم يحمي المملكه من اسطول البلوفيوجن. فينزل جاليفر الميه ويحدف عليه البلوفيوجن كميه كبيره من الاسلحه بتاعتهم، بس مش بتاثر في جاليفر نهائي. وبيقدر جاليفر انه يحدف عليهم اسلحتهم مره تانية، فتدمر سفن كتيره منهم. وبيمسك جاليفر الحبل المربوط بالسفن وبياخد السفن الباقيه كلها كاسرى حرب. وبيتحول جاليفر لبطل شعبي في مملكه ليليبوت، لدرجه انهم عملوا له نسخه من ميدان تايم سكوير علشان ما يحسش انه غريب. وبقى في كتيبه جيش بتقف على ظهره علشان
علشان تعمل له مساج، ومجموعه تانية من الناس بتقف على شعره علشان تقصه له. وبيروح ادوارد للاميره ميري بس بتكون مش عايزه تقعد معاه وتقول انها مش متاكده من مشاعرها ناحيته وانها مش بتحبه ومش عايزه تتجوزه. فيتضايق ادوارد اكتر ويروح لملك البلوفوجن علشان يتعاون معاه. وبيقول ادوارد الملك البلوفوجن ان جاليفر يعتبر استولى على حكم ليليبوت وبعد كده هيستولى على بلوفوجن، وبيقول انهم لازم يتعاونوا مع بعض علشان يدمروه. وبيكون ادوارد لقى الكتاب اللي كان بيقراه جاليفر عن الروبوتات وهو في القارب، فيقرر يعمل روبوت ويحارب بيه جاليفر. وبيضرب جرس الانذار في المدينه وبيكون اهل المدينه خايفين، وبيجي ادوارد في الروبوت اللي صنعه وبيتحدى جاليفر في مبارزه، وبيكون الروبوت اللي عمله ادوارد اكبر من حجم جاليفر بكتير. وبيحاول جاليفر انه يوقع الروبوت بس بيكون وزنه تقيل جدا ومش بيعرف يحركه، وبيمسك الروبوت جاليفر من بنطلونه وبيخلي جاليفر يستسلم. وبيتصدم الملك والاميره وكل الناس في جاليفر، وبيعرفوا ان جاليفر كذب عليهم في الحكايات اللي كان بيحكيها لهم. وبيقرر ادوارد انه ينفي جاليفر في جزيره تانية، وبيربطوا جاليفر وبيودوه للجزيره. ولما بيفوق جاليفر بيلاقي بيوت عملاقه اكبر منه بكتير، وبتيجي بنت عملاقه وبتاخد جاليفر. وبيسيطر البلوفوجن على مملكه ليليبوت، وبيشيلوا صور جاليفر من كل مكان. وبتكون دارسي راحت لجاليفر بس بتقع في ايد ادوارد وبيربطها بالحبال، وبيشوفها هوراشيو وبيقول انه لازم يقول لجاليفر. وبتكون البنت اللي اخد جاليفر بتعامله كعروسه لعبه، وبتلبسه فستان بينك وبتاكله الببرونه كمان وبتغير له هدومه. وبيقدر يوصل هوراشيو لجاليفر في الجزيره اللي هو فيها ويقول له ان لازم يرجع معاه لليليبوت علشان ادوارد مسك دارسي لما جت تدور عليه، فيحس انها في خطر بسببه وانه السبب في اللي هيحصل لها. وبياخد جاليفر مظله من طيار ميت كانت البنت العملاقه عامله لعبه، وبيستخدمها علشان يهرب هو وهوراشيو من الجزيره دي علشان يرجعوا لليليبوت. وبتكون دارسي والملك والملكه محبوسين في السجن، وبيروح جاليفر لدارسي ويقول لها انه بيحبها من 5 سنين بس ما كانش جريء كفايه انه يصارحها. وبيقول لها انهم قبل ما يمشوا من ليليبوت لازم الاول يساعد اهلها علشان يخلصوا من البلوفوجن وادوارد. وبينجح انه يحرر الملك والملكه. وبيروح جاليفر علشان يواجه ادوارد والروبوت بتاعه، وبيقول جاليفر انه لو كسب هترجع ليليبوت للملك تيودر، وادوارد بيقول انه لو كسب هيدمر المملكه كلها. وبتبدا المواجهه وبيكون ادوارد والروبوت اقوى من جاليفر، وبيقدر ادوارد انه يكهرب جاليفر فيقع جاليفر، ويحاول هوراشيو انه يساعد جاليفر. وبيدخل هوراشيو جوه الروبوت وبيهجم على ادوارد، وبيقدر هوراشيو انه يقطع كابل الكهرباء اللي جوه الروبوت، فيهجم جاليفر على الروبوت ويقدر يوقعه ويفضل يضربه بتمثال على راسه، ويقدر انه يكسب المواجهه مع ادوارد والروبوت. وبيعترف هوراشيو الاميره ميري انه بيحبها ويوافق الملك على جوازهم. وبيجي ادوارد وبيحاول يخطف الاميره بس الاميره بتضربه في وشه، وبيقدر جاليفر انه ينهي الخلاف بين ملك ليليبوت وملك بلوفيجن، وبينجح انه ينهي الحرب بينهم للابد. وبيرجع جاليفر ودارسي نيويورك مره تانية، وبيكون جاليفر ساب البريد بتاع المجله واشتغل محرر رحلات ناجح مع دارسي، وبتكون علاقته مع دارسي بقت اقوى وانجح. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.